مساء النور عليكم أصدقائي وأعزائي في القناة ديالكم الثانية الجريمة من البداية. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال يا ربي. غبت عليكم بزاف في هذه القناة الثانية نظرا لما كانش عندي ضيق الوقت باش أنني نصور في القناة الأولى أسرار النفوس ونصور في القناة الثانية، ولكن مع دخول السنة الجديدة سنة 2023 اللي إن شاء الله تعيد عليكم بالصحة والعافية وباش ما تمنيتو ان شاء الله، خديت واحد القرار على الاقل انني نبقى نسجل ولو فقط 2 ديال الفيديوهات كل اسبوع. واللي غنطلب منكم اعزائي المشاهدين هما انكم تساندوني، والناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه يشتركوا الان، وكذلك حاولوا انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو الى عجبكم بيان سور بلي كومونتير وتخليوا لي الاراء ديالكم وما تنسونيش في لي لايك. اعزائي المشاهدين، اليوم عندنا قصة مثيرة للجدل، قصة المعنى الحقيقي أو لفقدان الثقة. أن إنسان تعطيه الثقة وتدخلوا لدارك وفي الأخير هو تيخطط لك الأبشع جريمة اللي غادي تشاهدها هذيك المدينة اللي غادي إن شاء الله غادي نحكي لكم القصة ديال هذه القضية ديال هذا اليوم. أعزائي المشاهدين، ما تمشوا فين ويلا تشوفوا الجريمة من البداية. الجريمة من البداية بدات هاد الجريمة هذه البشعة أو هاد القصة هذه اللي نحكي لكم اليوم من واحد المدينة ريفية في بيت سحم. هاد بيت سحم كاينة في سوريا، واحد القرية نائية خارجة على المدينة، ناسها طيبين وبعيدة كل بعد على الجريمة وعلى هذاك القتيلة، يعني الناس ما كيعرفوش شي حاجه سميتها الجريمه. كانت واحد الاسره متكونه من اب وام وعندهم 3 ديال الاطفال. الاب سميتو ياسر، الام سميتها احلام، والابناء كانوا 3. الابن الاكبر كان انذاك في العمر ديالو 11 سنه، والبنت اللي تابعها في العمر ديالها الاسم ديالها هيفاء، العمر ديالها 9 سنوات، والابن الاصغر كان في العمر ديالو انذاك 4 سنوات. وهاد القصة هذه طرات في سنة 2020 في الوقت ديال كورونا. هاد الأسرة هذه خدت واحد المنزل جديد. كان الأب سميتو ياسر اللي كان ميسور الحال، كان عنده الفلوس، يعني مسك عليه الله، خدا واحد البيت اللي كبير بزاف. وهاد البيت هذا كان خاصو بعض ديال الترتيبات، منها انه يشري ليه العفش جديد، انه يقوم بالطلاء ديال الصباغه في المنزل ديالو. بقى تيسول داك السيد على شي واحد اللي يصبغ ليه الدار. مشى عند الاب ديالو اللي كان تعرف واحد السيد سميتو عمر. هاد السيد هذا معرفه ديال الاب، وديجا هو كان ولد حومتهم وداك الشيء، كان حتى ياسر كيعرفو. قال لي اجا سيدي انت انا ما باغيش ندخل شي واحد براني على داري وداك الشيء، وما كانوا بعض المرات كيشربوا قهوه وهذا. قال لي انا بغيت شي واحد اللي يجي يصبغ لي الدار وما لقاش ما احسن منك. قال لي واخا مرحبا. فعلا السيد اللي سميتو عمر مشى كيصبغ ليه الدار، وواحد النهار جا مع واحد السيد اخر وتوا بدا تيصبغ معاه الدار. انا داك بقاو تيصبوا تيقادوا ليه في الدار. صافي السيد يعني الحمد لله الدار ديالو تجهزات ولات مزيانه، ومن سالاو بقات هذيك المعرفه وتزاد يعني الصداقه ديالهم اكثر واكثر، ولا كيخرجوا وياه ولا كيمشيوا وياه ولا كيديروا قهوه. صافي دازت الايام ومشات الايام، والسيد يعني دارو تصبغات تقادات وكل شيء الامور كيف ما هي، حتى لواحد النهار يوم الثلاثاء. هذاك النهار الثلاث فاق ياسر مع 6:30 ديال الصباح، مشى هبط جاب الفطور لوليداتو والمراه ديالو كانت مازال ناعسه. من رجع فيقها باش طيب الفطور. صافي السيد بقى تيلعب مع ولدو الصغير اللي تا هو فاق بكري اللي كان في العمر ديالو 4 سنوات. صافي يعني فطر هو والزوجه ديالو والابن ديالو، حتى كيسمع واحد شويه الصونيط في الدار. وكانوا انا داك الابن ديالو الاكبر وبنته اللي سميتها هيفاء كانوا مازال ناعسين في البيوت ديالهم اللي كانوا شويه بعادين. صافي السيد مشى تيحل الباب، تلقى صاحبو عمر ومعاه واحد السيد اللي غريب ما عمرو شافو اولا كان شافو شي مره باش كان دخل يصبوا ليه الدار. دخل السيد
رحب بهم، قال لي مرحبا بك وهذا، قال لي جينا غير نشوفوك ونشربوا مع قهوه. قال لي مرحبا والف مرحبا. والسيد داك ياسر كان ولد الدار الكبيره، دخلهم استقبلهم، مشى عند الزوجه ديالو، مشى قال لها عفاكي صايبي لنا القهوه، راه صحابي جا وهذا وهذا. فعلا مشات السيده صايبت لهم القهوه، وبقى هو تيهضر معاهم تيضحك معاهم هذا. صافي من مشى صايبت القهوه وداكشي، جاب لهم الصينيه. ناض هذاك عمر اللي صديق وصاحبه هذا ومدخلو لدارو وكلا معاه، يعني شرك معاه الطعام اللي ما قرش فيه. ناض هز واحد الجنويه وخشاها ليه في كرشو. يلا السيد غادي ينوض، ناض عاود ليه عاوتاني واحد الطعنه في العنق ديالو، عاود عاوتاني مسكين غادي يهضر، عاود ليه طعنه اخرى. لا خرج بد واحد المكحله او لا واحد اللي كيكونوا تيتيريو فيهم بحال رشاش، جبدو خداه من عنده داك عمر وبدا كيضرب ليه في راسو، يضرب ليه في راسو حتى السيد فقد الوعي. المراه مسكينه ما سمعت والو، كانت مازال تتقاد الغدا ولا ما نعرفش تدير ديك الساعه تما كاينه. وهما باش ما يثيروش الانتباه ناضوا سدوا ليه الفم ديالو وربطوا ليه يديه من ورا ظهره وخلاوه. ومسكين كان فقد الوعي ميم با واحد شويه وعاود عاوتاني فاق. صافي ناض هو يا هذاك خينا اللي سميتو عمر هو وصاحبه محمد، مشاو قصدوا المراه مسكينه، شدوا المراه من شعرها، بداو تيدخلوها للبيت. يلا شدها، يلا بدا تيحيد لها حوايجها، بانت ليه فيها هذاك عمر بغى يغتصبها. جا الوليد الصغير مسكين بدا يغوت وهذا، من جا بحال هكاك هو يشدوا الاخر خنقو بواحد الزيف، بقى تيخنق فيه خنق فيه مسكين الولد. وعاد من بعد شدوا وضربوه بواحد الموس. الولد مسكين مات امام الانظار ديال الام وكذلك ديال الاب ديالو. صافي ديك الولاد مساكن اللي كانوا ناعسين تفزعوا وسمعوا الغوات ديال خوهم وديال الام ديالهم اللي كانت انذاك كيغتصبوا فيها، وكان هو واحد اللي كيغتصبها اللي كان هو سميتو عمر. يعني كان السيد حاسدو في مرته، حاسدو في المال ديالو، حاسدو في المنزل ديالو، وقال ليها قولي لينا فين كاين الذهب وفين كاين المال وداكشي. سيده مسكينه كتبكي، ما حيلتها لهداك خينا اللي كيغتصبها، ما حيلتها انها تقول لهم على المال، وما حيلتها لولدها اللي مات قدام عينيها. صافي جاو الوليدات مساكن تيغوتو، تا هما شدوهم ربطوا لهم يديهم وربطوا لهم يعني الفم ديالهم باش ما يبقاوش يغوتوا. هذاك الوحش الادمي عمر مشى عند الولد كيقول لي تا هو تيقول لي فين الفلوس، فين حاط باك الفلوس؟ قال لي انا عندي واحد الصندوقه، عفاك غير خذها وما دير لينا والو، عفاك غير سير في حالاتك. من بعد الاخر ما بقى تيقلب ومشى تيكشط الدار، واصلا ما لقاوش فيها شي حاجه، يعني تدب ماشي شي حاجه اللي لقاو فيها غير شي فلوس، يعني ما فايتاش كاع شي 2000 درهم ولا 1500 درهم مغربيه. صافي شدوا الولاد ضربوهم عده طعنات، قتلوهم بالموس. المراه حتى هي مسكينه قتلوها بالموس. ومن بعد من جاو بغاو يخرجوا في حالتهم، شعلوا العافيه في البيت ديال المراه هي ووليداتها بثلاثه، ومشاو خرجوا في حالتهم. والراجل مسكين كان باقي مسكين في الوعي ديالو، وكان تيشم الحراق، ولكن مسكين ما عنده ما يدير، ما عنده حتى شي حاجه، ما بيدي حتى شي حيله، لان اليدين ديالو والفم ديالو كلشي مربطينو ليه. صافي هادوك المجرمين اولا الوحوش، لان بعض المجرمين تيكون عندهم شويه ديال القلب، شويه ديال الرحمه، هادوك الوحوش اللي ما عرفناهمش منين جايين خرجوا ومشاو تيتمتعوا بالفلوس ديال هادوك الناس اللي قتلوا، مشاو باعوهم ومشاو داروا بزاف ديال الحوايج. انا داك في ديك الوقت اللي كانت يعني شعلوا داك الحريق في البيت ديال المراه، الناس في الجيران بدات كتشم ريحه الحراق، تيشموا تيقولوا او مالهم، واش ناعسين، واش هذا. طلعوا عندهم فوق الدار، بقاو يدقوا. الراجل مسكين بقى غير كاينين، ما عندوش كيفاش يهضر. صافي الناس تجمعوا الحمد لله، وصافي حيدوا داك الباب خلعوه. من دخلوا لقاو واحد المنظر اللي بشع، لقاو الراجل كله دمايات، الاتات كله دم،
ديك القهوه مشيره، والراجل مذبوح مضروب يعني في العنق ديالو، مضروب في الكرش ديالو، مسكين كله يعني مبقى ليه والو وغادي يموت. حيدوا ليه هذاك الرباط اللي كانوا رابطين ليه في فمه، وحيدوا ليه يدي. قال ليه دابا عطيني التليفون نعيط للاب ديالي. فعلا عطاوه التليفون، عيط الاب ديالو مسكين لانه خاف لا يمشي ليه العمر او لا يموت. وقال ليه عافاك بابا، عيد دابا البوليس وقول لهم راه عمر هو اللي قتل الابناء ديالي وشعل فينا النار. الاب مسكين تصدم، يعني تيعيط ليه. تخيل معايا ان الاب يكون ما به ما عليه، تيجيه تليفون ولدو مسكين تينزف وحالته حاله، وتيقول لي الو راه عمر هذاك انت اللي جبتيه ليا ودخلتيه ليا لداري باش يصبغ وداكشي، واخا انا كنعرفو هو اللي اقترحو، راه هو اللي قتل المراه ديالي والولاد ديالي وشعل فيهم العافيه. الاب مسكين اتصل بالشرطه اللي بقى تيبكي في حاله يرثى لها. قال لهم راه شنو كاين وشنو كاين. مشاو الشرطه وداكشي اللي شافوا واحد المنظر اللي بشع بزاف، لان هذيك الغرفه اللي شعلوا فيها النار هي الاولى. المراه مسكينه تفحمات بقوه ديك النار، يعني شعلات فيها. والحسن الحظ او نقولوا لكاع لسوء الحظ، لان الاب اللي شاهد وسمع المراه ديالو كتغتصب والابن ديالو كيتقتل والابناء ديالو كيتقتلوا، فراه ما عرفتش ان هذا الاب مسكين لحد الان كيفاش غادي يقدر يعيش. المهم ربي كتب ليه عمر جديد، وكاينه حكمه بانه الحمد لله انه هو يقدر يعترف على دوك المجرمين باش يقدروا يتشدوا. المهم جاو البوليس، لقاو المراه حالتها حاله يعني متفحمه الجثه ديالها، الابناء كذلك. يا جاب الله الناس اعتقوا داك الراجل وداوه للسبيطار وخدا العلاج اللازم، والحمد لله يعني تكتب ليه العمر الجديد وشهد على دوك القتاله. هادوك القتاله انا داك في الراجل المسكين ما حلتو لديك الصدمه ديال الموت ديال مرته، ديال الموت ديال الابناء ديالو، والاغتصاب ديال مرته يعني امام الاعين ديالو، وانه مسكين مذبوح ومضروب، يعني شحال من طعنه ما حلتو حتى شي حاجه. ديك الساعه هادوك المجرمين كانوا كيحاولوا انهم يبيعوا داك الذهب ويبيعوا دوك البورطابلات ودوك الطابليطات اللي سرقوهم لداك السيد، وباعهم تقريبا بشي ثمن بخس. البوليس مشات كتحرك، العناصر ديال الشرطه تحركت هنا وهنا وهنا، بداو يسولوا عليهم الاباء ديالهم والامهات ديالهم. واحد الاب اللي كان الاب ديال عمر القتال الاول اللي اغتصب وقتل وكان هو مول الفكره ديال هذا الشيء، نض قال لهم انا غنتعاون معكم لان الابن ديالي دار هذا الشر هذا، واصلا ديجا يعني كان واحد الشخص اللي ماشي مزيان. قال لهم انا غنتعاون معكم وغنعيط الابن ديالي وانتم جيو قبطوا عليه. فعلا الاب تعاون مع الشرطه، اتصل بالابن ديالو قال لي راه حقا بغيتك في شي حاجه ماشي حاجه، وصافي قبطوا على هذاك الشخص اللي هو سميتو عمر، وديجا هو كان مزوج بشي وحده في السر وباغي يبيع دوك هذاك الشيء باش يمشي يهرب هو وياها. صافي اعترف على داك الشيء اللي تنسب ليه وقال لهم راه ماشي مشكل، انا نقدر نجيب هذاك محمد اللي اصلا هو كان عنده سوابق في الاجرام، سوابق في السلاح، سوابق بزاف ديال الحوايج، وكان مزوج وعنده وليد. عيط لي داك عمر قال لي شنو بغيت نتلاقى معك في البلاصه الفلانيه. جاي السيد مسلح بهذاك الرشاش اولا بهذاك المكحله. صافي من جاو العناصر ديال الشرطه يقبطوا عليه، جبد هذيك القرطاس اللي عنده وبقى تيتيري فيهم. ولكن الحمد لله العناصر الشرطه كانت مجهزه بزاف وشدوه وداوه حتى هو المغفر ديال الشرطه مع هذاك المجرم الاول عمر. صافي بقاو تيراوغوهم وداكشي، ومن بعد اعترفوا بالجرم ديالهم جمله وتفصيلا. قال لهم ايه انا فعلا كنت كندخل عند هذا السيد هذا وكنت كنشوفو عايش مع راسو، عنده الفلوس وعنده الطوموبيل وعنده المراه وعنده الولاد، وانا ما قادرش نتزوج حتى بالحبيبه ديالي، ولذلك انايا قلت علاش لا ما ندخل عنده ونسرقو وننتقم منه. كان تيحسدو يعني بغى ينتقم منه غير حيت ربي عاطيه
والاخر هو يا زعما حيت اصلا ما خدمش على راسو، كان سيد مسكين تيخدم على راسو، كيخدم على الزوجه ديالو وربي كيفتح عليه يعني ببال الخير. الاخر كان عطاه غير الدوران والزطله وكاس كيحسد في عباد الله وتيقتل وكيذبح في الناس وفي الوليدات الصغار. صافي الحمد لله عندهم تما كاينه واحد الحكم اللي مشدد، ولات رأي عام لان مذبحه بيت سحم. وانتم كما كتشوفوا هذا المنظر ديال الزوج مسكين حالته حاله فريمون، بقى فيا داك الراجل بزاف، بقات فيا حتى المراه والوليدات الاطفال اللي ماتوا، ولكن هذا الراجل كيفاش غادي يقدر يكمل هذه الحياه، وكيفاش يعني الشعور ديالو ان الزوجه والابناء والترزه كل شيء، الترزه حتى في المنزل ديالو اللي حرقوه ليه، كيفاش غادي يقدر يكمل هذه الحياه. كنتمنى من الله انه يعطيه واحد الصبر وواحد الجهد باش يقدر يكمل هذا الشيء ويتمحى ليه داك الشيء من بالو، واخا ما عمره غادي يتمحى، لانهم هما مشاو دار الحق وهو بقى. ولكن الحمد لله هذوك المجرمين تقبضوا ونالوا الجزاء ديالهم. وهذه هي الصوره ديال المجرمين اللي قتلوا، واحد في العمر ديالو 24 سنه والاخر في العمر ديالو 22 سنه. يعني وجه الاجرام ما في قلوبهمش الرحمه، ما في قلوبهم حتى شي حاجه. خداو الجزاء ديالهم وتحكم عليهم بالاعدام شنقا وتنفذ فيهم الاعدام والحمد لله. وهنا هاد القصه هذه كتسالي حد هنايا، واللي كنبغي نقول الانسان ما يثقش في اي واحد، ما يبقاش يبين الفلوس، ما يبقاش يهضر على انه عنده الفلوس، يهضر قدام الناس احكا مرتي انا مرتاح معاها. الناس يعني باغا غير منين دوز ليك، الناس حسوده وحقوده وما في قلوبهمش الرحمه. شوفوا هاد المذبحه، هاد الدم كامل على ياش؟ على فقط على 40,000 ريال ديال الفلوس، وعلى انه بغى ينتقم منه حيت احكاه هو احسن منه. العبره من هنايا غادي ناخذوا اننا ما نثقوش في الناس، ما نثقوش فيهم، ما ندخلوا حتى شي واحد لدارنا، وتو الا دخلناه غادي نعطيوه يعني حدو قدو الكلام، يعني غادي يكون بيناتنا محدود، ما نهضروا معاه، ما نديروا ليه اسرارنا، ما حتى شي حاجه باش نتفاداو. وكانت هذه الحلقه ديالنا ديال الجريمه من البدايه. كنتمنى من الله ان تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات وبلي كومونتير، وتخليوا لي الاراء ديالكم، وتفاعلوا وتبارطاجيو هذه الحلقه هذه باش تعم الفائده. وان شاء الله الى حلقه مقبله في القناه ديالنا الجريمه من البدايه.